مرحبا، كيفكن؟ عملتوا عصير الشمندر ولا بعد؟ يا ويلي شو منعش بجنن. عن جد روعة. شوفوا كيف وردت. عملوه عن جد كثير كثير طيب. بدي اسألكن سؤال. اللي فيها سوسي، هيك سوسي بتضل تنخر فيها طالما هي قاعدة، قومي اعملي حلو، قومي اطبخي، قومي اعملي شي. هاي شو بتعمل بحالها؟ مشان الله بس قولولي شو الحل. هلا لازم اعمل شي، ما بعرف شو، بدي شي اعمله. خلوني اشوف انا وياكم شو عندي ونعمل لنا شي وصف. يلا. برتقال، كمان هون برتقال، وبالبراد لقيت برتقال، تخيلوا. اذا يا جماعة بكتشف انه اكثر شي عندي برتقال. طيب كمية هالبرتقال شو ممكن اعمل اكلة حلو طيبة؟ في شغلي ببالي ان شاء الله تزبط. تابعوا الفيديو للاخير، بس لا تنسوا تشاركوا لي فيديوهاتي، الله يوفقكم، وخلونا نشوف شو راح اعمل. يلا. ومنقول بسم الله. بالبداية بالجاط عندي هون حبتين من البرتقال المقشرين وحبة برتقال بقشرة، لا تخافوا ما راح تعطي مرار كثير، اعطتها نكهة طيبة. بعدين هون اضفت عليهم 5 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ وملعقة فانيليا، وخلطتهم وكوب من السكر وخلطتهم كثير منيح لحتى ذاب تماما البرتقال. فيكم تعملون على الخلاط عادي. بعدين اضفت عليهم كوب الا ربع من الزيت النباتي، كوبين طحين، وملعقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح، وهدول ملعقتين من العصير اللي عملته انا وياكم، عصير الشمندر، لحتى يعزز اللون. بعدين عندي قالب الكيك دهنته بزيت طبعا، والفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 لحتى استوى الكيك تماما، وحطيته على جنب لحتى يبرد. عندي هون للطبقة الثانية عصرت برتقال كثير، طبعا هلكت اعصر برتقال. المهم فيكم تعملوها ببرتقال بعصير مش طبيعي. هون اضفت 3 اكواب من عصير البرتقال و3 ملاعق كبار من النشا، وبعدين اضفت عليهم شي 4 ملاعق كبار من السكر. وهي اضافه اختياريه، ظرف كريم كراميل، غليتهم اول شي، حركتهم على البارد، بعدين غليتهم على النار، وبس غلوا سكبتهم بقالب الكيك، وهو سخن المزيج بننزل فيه الكيك بحذر، وبعدين بنخليها بالبراد تقريبا من 3-4 ساعات لحتى تجمد تماما، وبنشيلها بنقلبها على القالب بهالشكل. وبعدين زينتها بالبرتقال. يا جماعة روعة بتجنن. وهاي كيكة البرتقال خلصت وصارت جاهزة. عن جد انصدمت بالنتيجة يا جماعة، بتجنن بتجنن كثير. يعني كنت خايفة انه ما تزبط معي، بس الحمد لله زبطت. شوفوا ما اجملها. يا ويلي عن جد ما إلي نفس اني قطعها. خلونا نقطعها ونذوق. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. روعة. نكهة البرتقال عن جد اخذتها لمكان ثاني. بتجنن بتجنن حرفيا بتجنن هالكيكة، وبتستاهل هالتعب. يلا. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ولا تنسوني من دعمكم، لانه بدعمكم انا بنجح. وبشوفكم بفيديو جديد، وباي باي.